السلام عليكم، تحياتي لكل الشرفاء والشريفات داخل الوطن وخارج الوطن. عبد ربه موظف جماعي طرد من الوظيفة العمومية ظلما وعدوانا بسبب مواقفه السياسية. إن شاء الله اعتصام مفتوح بالجماعة الحضرية بالمضياق في شهر سبتمبر. عبد ربه يؤكد أنه على العهد باق من أجل الوطن ديال الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وطن حر ديمقراطي يتسع للجميع، وأنه على العهد باق إخوان الأخوات في إطار المطالبة ديالو بالعيش الكريم لكافة المواطنين والمواطنات. إذن من داخل مدينة ديال بنكون المضياق شمال المغرب، نبيب عيسى وراسي مرفوع، مام شري مام بيوع، حرية كرامة عدالة اجتماعية. الإخوة والأخوات، عبد ربه لن يغادر المغرب، لن يركب قوارب الموت، لن يسقط الجنسية المغربية، كذلك لن يطالب أي لجوء سياسي، لن ينتحر آخر المطاف. يعتبر أن ما يقوم به يدخل في إطار الحق الدستوري، خاصة في إطار الفصل 25 الذي ينص على الحرية ديال التعبير. إذن من داخل مدينة ديال بنكون المضياق شمال المغرب، مجددا عبد ربه لنيسا يطالب بتنقيل عامل عمالة المضيق الفنيدق، وكذلك يعتبر أن الجماعة الحضرية بالمضياق جماعة فاشلة لم تقدم أي إضافة لساكنة المضياق، وأن ساكنة المضياق تعاني معاناة كبيرة بسبب التدبير الفاشل، لا وطنيا لا إقليميا لا محليا. وخير دليل إخوة والأخوات أن الساكنة محرومة من القطاع ديال البناء أو القطاع ديال التعمير بسبب غياب التسوية ديال الوضعية العقارية. إذن من داخل مدينة ديال بنكون المضياق شمال المغرب، تحيات عبد ربه لبيسة لكل إنسان حر شريف يريد الخير لأخيه الإنسان. تحياتي.